ونعتز بما قام به أسلافنا الطاهرون رضوان الله عليهم، حيث تركوا لنا هذه النصمة وهذه القربة وهذه المحبة وهذه المودة. والمحبة أيها الإخوة كلكم تعلمون فضلها وتدركون مكانها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا ليحقق هذه المحبة، هذا هو الهدف منه صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الأمة لكي يؤلف بين القلوب بالمحبة، المحبة الربانية، وهو القائل وقوله الحق. قال صلى الله عليه وسلم وهو يشيد بهذه المحبة، قال: إن لله رجالا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم وقربهم عند الله. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: إنهم قوم تحابوا بروح الله فيما بينهم، لا لدنيا ولا لأموال يتعاطونها. أولئك لا يخافون إذا خاف الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس، والله إنهم لنور وإنهم لعلى نور. ثم تلا هذه الآية الشريفة، قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وأنتم نسأل الله تبارك وتعالى أن تشملكم هذه الآية، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أبشروا أبشروا فقد جاء النصر المبين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج من هذه الدار وعلامات الرضا ترفرف علينا من البارئ. يا رب اقبلنا، يا رب اقبلنا واجعلنا من احبابك ولا تطردنا من بابك. اللهم اجعلنا من احبابك ولا تطردنا من بابك. اللهم بارك في اعمالكم وفي اولادكم وفي صحتكم وفي هذه النقله الطيبه. هنيئا هنيئا هنيئا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما. والتحيه العظمى نوجهها لشيخنا وابينا سيدي احمد بن موسى رضي الله عنه، رضي الله عنه، وبارك فيك ان شاء الله. سيدنا اهلا وسهلا بك. انما اهلا وسهلا بك عند الدوش. لا ندخل البلاد على واد الشوارع بالخير، لا نقدم مكاننا بالخير. ماذا اساوي انا؟ اما انا الا بشر بسيط. أنا ألتمس منكم الخير والدعاء. إن شاء الله يا سيدي، احنا تابعين بالخير إن شاء الله فيك. هذا الحاج عبد العزيز. إي نعم. إن شاء الله يا سيدي. تبقى الأصل. الله يرحمه. آمين آمين يا رب. بسم الله. اللي كنت اللي بشرية. أنا مريض وجيت هسه أحمد. والله اللي مازال مريض وعز عليا وجيت.